سناء اللي كدير الروتيني اليومي، ماشي الروتيني اليومي ديال الحلوى والطياب وداكشي، لا، الروتيني اليومي انها كتعرض الجسد ديالها وبالضبط كتحط الكاميرا على المؤخره ديالها. هاد القصه اللي غتشوفوا اليوم ديال سناء كيفاش غتسالي مع الزوج ديالها ملي غيحصلها وغيخوي عليها الماء ديال ديليو من راسها حتى رجليها. هاد القصه هادي مؤلمه بزاف، ونبداو في التفاصيل ديالها كيفاش بدات وكيفاش سالات. قبل ما نبدا القصه ديالي كنبغي نرحب بالناس الجداد، وكنبغي نقول للناس اللي متابعيني شكرا لكم بزاف 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 بزاف، وكنبغيكم كاملين وكنموت عليكم، وكنقول لكم مرحبا بكم عندي في القناه ديال دكاليه غيزلان. الى عجبكم هذا المحتوى اللي كنقدم ديال القصص ما تنسونيش بواحد اللايكات ديالكم، وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم. ونبداو القصه ديالنا ديال سناء كيفاش غتبدا الحياه ديالها وكيفاش غتسالي مع الروتين اليومي. نبداو من عند سناء اللي واحد العائله بسيطه على قد الحال. الزوج ديالها عنده فراشه في السوق كيمشي يفرش، وداكشي اللي جابو كيصرفوا عليهم، يعني ناس عايشين على قد الحال، ما عندهمش مره غادين مره هكا مره كل مره وشنو. واحد النهار سناء طالعه هابطه في التليفون في اليوتيوب، ويتبان لها واحد السيده كدير الروتيني اليومي، ويتوقف عندها بقات كتشوف فيها. قالت هاد السيده ما غريباش عليا، هاد السيده هادي الجاره ديالي فاطمه. بقات كتفرج فيها، واحد الساعه ويدخل الباج ديالها ديال اليوتيوب ويتلقى القناه ديالها طالعه عندها 100,000 متابع، والفيديوهات ديالها كيضربوا اكثر من 100,000. السيده واصله. واحد النهار سناء خارجه للمارشي ويتلاقى مع هاد فاطمه الراس في الراس، وهي تقول لها السلام فاطمه. قالت لها كي دايره لاباس عليك؟ قالت لها انا متبعه ديالك في اليوتيوب وراه دخلت عندك ودرت لك ابوني، وكندير لك الفيديوهات ديالك كلهم اللي كتحطي كندير لهم جيم. وهي تقول لها واش ممكن تعارفوا؟ قالت لها فاطمه قالت لها عطيني الرقم ديال التليفون ديالك حيت انا غير جارتك غير حداك. قالت لها فاطمه نتعارفوا ماشي مشكل. عطاتها فاطمه الرقم التليفون ديالها، الاخرى عطاتها الرقم التليفون ديالها، يعني دخلوا داروا التواصل في الواتساب، بداو كيهضروا بشويه. الاخرى كتعاود لها على الحياه ديالها، الاخرى حتى هي فاطمه كتعاود لها على الحياه ديالها شويه. وما يدخل مع سناء دخلت معها في التفاصيل ديال اليوتيوب، وهي تقول لها فاطمه نسولك هاد الفيديوهات اللي كديري في اليوتيوب واش كتخلصي فيهم شي فلوس؟ وهي تقول لها فاطمه على انايا الا ما درتش الفيديو على ما كنتش كنتخلص علاش غندير انا هاد الفيديوهات هادو؟ قالت لها ضروري. قالت لها كنتخلص وفيهم الفلوس على حساب الفيديوهات اللي كندير. قالت لها انا كندير فيديوهات ديال الروتين اليومي، يعني عندي المشاهدين ديالي وعندي الناس المتبعين ديالي والاغلبيه ديالهم الرجال. سناء ملي سمعتها كتخلص قالت لها شحال كتخلصي؟ قالت لها كنتخلص على حساب كانوا الفيديوهات طالعين بزاف كنشد من 1,000,000 حتى ل2 المليون. السيده دخل معها الزيد، وهي تقول لها انا غنجي عندك باش نديروا انا وياك شي جلسه وشي كسكروت باش نهضروا. قالت لها فاطمه مرحبا بك. جات عندها جلستي وياها تعارفتي وياها، ولاو كيمشيو للحمام ولاو كيمشيو للمارشي بجوج. واحد النهار وهي تقول لها سناء قالت لفاطمه بغيت انا نحل باج في اليوتيوب وحتى انا نولي ندير بحال هكا بحالك الروتيني اليومي. وهي تقول لها فاطمه ماشي مشكل نحل لك باج في اليوتيوب ونوريك، ولكن راه الحاجه الصعيبه هي المونتاج. قالت لها سناء ماشي مشكل، غنبقى فين ما نصور شي فيديو نجي عندك توريني كيفاش نمونطيه تنتعلم. قالت لها فاطمه ماشي مشكل نعاونك حتى توقفي على رجليك. داكشي اللي دارت، حلت لها باج في اليوتيوب. وسناء حيتاش ما عرفاش بزاف د الحوايج قالت لها انايا غنبقى غنبين غير الفورمه ديالي والوجه ديالي ما غايبان. قالت لها ماشي مشكل، انت اصلا فورمتك زوينه وطويله وراكي عامره وعاطيه العين، يعني غيدخلوا عندك المتبعين بزاف. داكشي اللي دارت سناء
مشات على هذا الريتم، بدات بشويه بشويه كتحط فيديوهات في المنصه ديالها ديال اليوتيوب، بدات كتطلع في الباج ديالها، طلعت ليها الباج في خلال شهر حققت الشروط ديال اليوتيوب كاملين، وهما الشروط ديال اليوتيوب صعاب اللي ما يمكنش اي واحد يحققهم. هي حققاتهم ووجدت المنصه ديالها باش تبدا تخدم عليها، ومشات عند فاطمه قالت لها شوفي انا راني حققت شروط اليوتيوب، دابا حققي لي الربح باش نبقى نطلع الدولار. قالت لها فاطمه وقدت لي هذاك الشيء، وقدت لها جوجل ادسنس، وصايبت لها كل شيء، وقالت لها دابا غتبداي تخلصي. ومشات سناء كدير الفيديوهات ديالها اللي فيديوهات غير من تحت وجهها ولتحت، وبدات خدامه. الخلصه الاولى اللي جاتها من اليوتيوب ما كانتش شي خلصه واو، ولكن كانت واحد الخلصه ديال 3000 درهم. هاد 3000 درهم مشات خداتها حوايج اللي مثيرين بزاف، ماشي ايتها حوايج، خدات شوميجات دنوي ديال التحت، خدات شورطات، يعني خدات شي حوايج اللي ما عمرها كانوا عندها في الدار. وخدات ريغلون باش تبقى تصور بها. علاش؟ باش تبقى تحط فيها التليفون ديالها وتصور. هنا الزوج ديالها كيجي من الخدمه ويلقى عندها ويقول لها منين جاتك هاد الاضاءه، وهي تقول لي حقا شريتها غير باش نبقى نجرب التصوير فيها في التليفون، وراه قالوا لي زوينه وخديتها. قال ماشي مشكل دوزها لها، حيت قال عادي انها تبغي تصور وداكشي ماشي مشكل، تبغي تصور هي وليداتها ماشي مشكل. هنا الزوج ديالها ما مشى ما خداتش داكشي. علاش؟ حيت الزوج ديالها ما عندوش شي تليفون ديال باش يدخل اليوتيوب، عنده غير عظم صغير وهي اللي داير ليها التليفون، يعني ما عندوش هو تليفون ادروين باش يشوفها ويشوف شنو كدير، ما عندوش، وما كيدخلش هو كاع لديك المنصه ديال اليوتيوب ما كيدخلش ليها. ايوا بدات هي خدامه كتلبس دوك الحوايج وكدير دوك الفيديوهات. واحد النهار الزوج ديالها خدام فراش في السوق، جاو ليه المخازنيه وحيدوا ليه ديك الكروسه ديالو وحيدوا ليه الحوايج ديالو، وهو يطلع ليه الدم تعصب وبقى كيغوت، ويجي صاحبه ويقول لي صاحبي يلا معايا القهوه نجلسوا تتنفس شويه وسير لدارك، انت دابا راك معصب وما تمشيش بحال هكا للدار. قال لي لا غير خليني صاحبي انا غنمشي لداري، عاد ولادي ارتاح نعس عليا شويه نتكى شويه وارتاح شويه. المهم صاحبه ما لقاش كيدير لي حيت كان معصب بزاف وكان طالع ليه الدم، حيت داو ليه السلعه ديالو كامله. وجا للدار الوقيته اللي كيحل الباب كيدخل كيبان ليه ان الزوجه ديالو حاطه التليفون في ديك الرينغ لاين ومتكيه كدير الجفاف، والمؤخره ديالها حاطها على تصويره الكاميرا ومدوره راسها وحاطه التليفون وراها والكاميرا خدامه. مع الدخله ما بان ليه هو داك المنظر، شد التليفون ودفعها ضربها قال لها حيدي غنشوف هادشي شنو كديري. ملي دخل لقاها مصوره فيديوهات، وماشي فيديو واحد، فيديوهات بزاف. ويدخل اليوتيوب لقى حاط اكثر من 200 فيديو، والفيديوهات ديالها كلهم ضاربين ليها مزيان، والكومونتيرات اللي لتحت ما فيهم ما يتسمع، هضره خايبه. الرجال كاين اللي كيقول لها نتعارف معاك، كيقول لها عطيني رقم التليفون ديالك، كاين اللي كيقول لها بغيت نتزوج بك، كاين اللي قال لها انت غزاله بغيت نشوفك نتلاقى معاك. المهم هادشي كامل شافوا الزوج ديالها في ديك الساعه اللي نايضه فيها القيامه، هي كتغوت وهو كيتفرج وكيسب فيها. هذيك الساعه عيني صافي كحالو، ما بانت لي غير واحد القرعه ديال الديلي وكانت عنده
مخبيها، كان سبغ بها وخباها، ناض جبدها وخواها عليها كامله من ساسة حتى لراسها، وجبد البريكه وشحل فيها العافيه، وهي كتحرق وهو جالس حداها كيشوف فيها، وهي شاعله فيها العافيه وكتغوت وهو جالس حداها، حتى واحد الساعه تقطعت منها النفس وما بقات ما كتطلع ما كتهبط. عاد هو يهز التليفون ديالو وعيط للبوليس وقال لهم اجيو ديو عليا هاد الكلبه، راني حرقتها وشعلت فيها العافيه وراه هي دابا مرميه كتغوت. هنا البوليس ملي سمعوا هاد الهضره جاو كيجريو للدار، لقاو صافي السيده من كثره العافيه وداكشي غمى عليها، ما بقاتش عاقله ومرميه. هزوها داوها للسبيطار، قال لهم الطبيب الحرق ديالها كانت في الدرجه الثالثه، نعست في الانعاش شي مده 3 ايام قدامه الامانه امانته، ومشات سناء ماتت، والزوج ديالها تحكم 30 سنه. وهذا هي النتيجه ديال الطمع، اللي بغاها كامله كيخليها كامله. وهذه هي القصه ديالنا اللي كانت للعبره. وكنقول لكم الى وصلتم معايا حتى نهايه الفيديو ما تنسونيش في اللايكات ديالكم، وشكرا لكم على اي حاجه كديروها زوينه. ومع السلامه حتى القصه اخرى وقضيه اخرى ان شاء الله، وباي باي.